اللي ازعجنا انه البوليس هو بيحمي هيك شغلات عنصريه، هذا عنصر. بلا شك انك شفتي ولا سمعتي هاد خونا اللي حرق القران الكريم في السويد. السؤال اللي كيطرح راسو كيفاش وعلاش دارها وشنو يقدر يوقع ليه ولا شنو غادي يوقع ليه مورا هاد الشيء اللي دار. الا كنتي باقي ما عارفش القصه اللي وقعت، وهي ان تمت اهانه الاسلام بابشع الطرق وامام الملأ والكاميرا ديال الصحافه السويديه كامله، وهذا الشيء اللي وقع بحمايه السلطات ديال السويد وسطر ليا مزيان على السلطات. ما غاديش نقول لك دير جيم ولا دير كومونتير، ولكن بغيتك سوا تبارطاجي هذا الفيديو سوا تعاود لصحابك ولا تعاود كاع اللي كتعرف هذا الشيء اللي وقع، فحقاش حنا كمسلمين خاصنا ضروري نعرفوا هذا الشيء ونعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه. المهم فاش طرا هذا الشيء دار بوم اليامات الاول، كل ما ناضت واحد المنظمه ديال الهاكر المسلمين والشعب التركي اللي غادي يديروا واحد رده فعل، غادي تصدم الحكومه السويديه وغادي تصدم هذا السيد اللي حرق القران. عليكم يا أمة محمد، هذه رسالة موجهة لحكومة وبرلمان وشعب السويد. قام المتطرف العنصري راسموس بلودان بحط نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم بالسويد تحت حماية الشرطة بأمر من الحكومة. للأسف السلطات السويدية داروا راسهم بحال ما كاين والو، وقالت هاد الشيء اللي طرا ماشي شي حاجة، وبأن هاد الشخص غير كيعبر على الرأي ديالو. كل الناس في السويد لديهم الحق في حرية التعبير والتجمع والتظاهر، هذا أمر مدرج في دستورنا، والشرطة تحمي الدستور وتطبق القانون. ولكن حنا جينا نشوفوا هاد الشيء ماشي حرية التعبير، هاد الشيء انتهاك لكاع المسلمين، أنا وانت والمسلمين ديال العالم كامل. اجي نشوفوا بعدا شكون هاد خونا اولا كيف ما سميتو انا هاد الحمار المشاكس. هاد السيد سميتو رامسيس بالودان واللي عنده 41 عام، هو سياسي دنماركي ومحامي في نفس الوقت، كيتعتبر اكثر واحد كيكره الاسلام في هاد العالم كامل، وهو القائد ديال واحد الحزب يمني متطرف في الدنمارك اللي تم التاسيس ديالو في 2017. والمصيبه الكبيره ماشي اول مره غادي يدير فيها في حالاتش، ديجا دار اكثر منها وسائل المسلمين اكثر من 3 المرات. فاجيو نعرفوا اول مره شنو دار. اول مره حرق القران في السويد، ولكن الحكومه السويديه تدخلات ومنعاش يدخل السويد مره اخرى، ولكن اقل منعاش يدخل السويد مره اخرى. شوفوا شنو غادي دير السويد مورا ما غادي يدوز بزاف ديال الوقت. المهم السويد اعتذرت ديك الساعه للمسلمين وقالت بلي خونا راه فري عنصري لاقصى درجه. والمره الثانيه كان مشى لفرنسا وبالضبط باري، ولكن الحكومه الفرنسيه منعاتو قبل ما يحرق القران. والسيد صحابو حبس هنا، لا بغى يدير نفس الحاجه في بلجيكا، ولكن بلجيكا ما خلاتوش من الاول يدخل البلاد ديالها وقالت ليه انت دعما مرحب بك في الاراضي البلجيكيه. ودابا كيف ما كتشوفوا عاود نفس الفعله وفين في السويد. فعلا السويد في المره الاولى منعوه ودابا خلاوه يدير هكا تحت الحمايه ديال السلطات وقدام الكاميرات كاملين. هاد السيد كان خدام على واحد المشروع ديال طرد كاع المسلمين من الدنمارك، وهذا الشيء زعما باش العرق ديالهم ما يتوسخش ويحسوا بامان اكثر. وفاش حرق القران الكريم دابا قال انا عارف الدنمارك بلادي والسلطات ديالها غادي تحمين، ولكن المشكل الكبير فين كاين هي انه خلاو يحرق القران قدام السفارات التركيه. وهذا الشيء اللي خلى تركيا دير واحد الفعل اللي رجولي، وهي انها استدعت السفير ديالها. وهذا الشيء اللي كيعني ان هذا الشيء داخل فيه السياسه اكثر ما هو مشكل ديني، حقاش المساله ديال حرق القران كان مخطط لها من طرف بالودان والحكومه السويديه. والسؤال اللي تسول راسك واللي سولته حتى انا، علاش زعما وشنو الهدف اللي خلاهم يديروا بحال هكا مع تركيا؟ فمني قلبت لقيت الهدف هو الضغط على تركيا باش توافق على الدنمارك والسويد يدخلوا الحلف الناطو. حقاش الا كنتي باغي تدخل الحلف الناطو خاص كاع البلدان اللي كاينين في الحلف يوافقوا باش تدخل ديك البلاد اللي باغا تدخل، وتركيا هنا كانت موافقاتش عليهم باش يدخلوا الحلف النار. وهذه هي المشكله. هادشي اللي كيعني ان المشاكل دبلوماسيه اكثر ما هي مشكل ديني، ولكن ديما الدقه في من كتجي غير فينا حنا المسلمين، حقاش هما عارفين ان هذا هو ديال الحق. وهادشي علاش كيتعرض لهذا الهجوم كامل مع بابانا فرنسا مع بزاف البلدان من غير السويد ولا الدنمارك. ولكن اللي عجبني وغادي يعجبكم حتى نتوما انا متاكد هي ردة الفعل ديال الشعب وديك المنظمه ديال الهاكر المسلمين. فما يمكنش تخيل الحجم ديال المظاهرات اللي دار الشعب التركي. واذا جينا نشوفوا اللي خاص كاع المسلمين يديروها، المغرب، تونس، الجزائر، كاع البلدان العربيه والمسلم، فناض الشعب التركي ودار واحد المظاهره اللي طلق فيها القران في الشوارع كامله ديال تركيا. هذا الشيء اللي كيبين ان كاينه واحد الغيره على الاسلام اللي كبيره في الشعب التركي. والشعب التركي ماشي غير دار الشيء وحبس، لا، ولكن زادوا حاولوا يقتحموا السفاره السويديه
الدنماركيين اللي كاينه في تركيا من شده هذاك الغضب اللي كان بين فيهم كامل. ودابا هنا غادي نقول لكم وجهه نظري انا. ففعلا عجبني الشعب التركي شنو دار، والمنظمه ديال المسلمين شنو داروا، وحاولوا ما يخليوش شي واحد اخر يبغي يتماطل على الاسلام. وعلى ما كيبان ليا هذا هو الفعل الحقيقي ولا الفعل الرجولي اللي خاص القضيه يدار عليها شي هاشتاغ اللي كبير بزاف، حقاش ماشي هذه اول مره اللي غادي يتعرض الاسلام لهذا الهجوم كامل. وحنا كمسلمين فرحنا عارفين شنو خاصنا ندير. وتي هنا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا. فإلا عجبتك الحلقه وصلتي لهنايا ما تنساش دير معاك جيم وتخلي شي كومونتير زوين وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.